بسم الله الرحمن الرحيم. اخوتي، حابه نشارككم بواحد الوجبه سهله، كسره اكسبريس. يعني وحده ما تعرفش غير مبتدئه تولي محترفه، ديريه اول مره تولي تعتمديه في كل مرات، خصوصا في هذا الصيف. شوفوا، جواز وتاني سلطه، يعني اكله بسيطه جدا ما تطلبش بزاف الوقت وبزاف لذيذه وبزاف بنينه. ما نطولش عليكم لا فيديو، بعد الصلاة والسلام على رسول الله نروحوا لطريقة التقديم. بسم الله. هنا عندي 3 كيلات تاع سميد، اي نوعية سميد عندكم، ما نكذبش عليكم نقول لكم لازم سميد نوعية مليحة، لا، اي سميد عندكم راح تجي لكم هايلة، كسرة ولا اروع. كأس زيت ممزوج بين زيت نباتي وزيت الزيتون، حابه نضيف شويه تاع زيت الزيتون، نبسس. شوفوا، نسي ندخل هاد الزيت هاكذا، ندخل الزيت في السميد. شوفوا، بعد ما دخلت ليذان في هاد الدقيق راح نرفد شويه برك لهنا باش نديرو. تشوفوا، تبعوا برك الخطوات كيفاش درتوه هكذا. هنا واش نديرو، راح نضيف مغرف تاع خميره الخبز شويه برك باش تعطينا طراوه، تقعد هذه الكسره طريه لمده اطول. تقدروا تحتفظوا به الا كثرتوا ديروا في الثلاجه فوق في المجمد، كي تجيو ترفدوها تخلوها هكذاك قبل ما تبداو الماكله، تحطوها على جنب ولا في الكوزينه ولا في مكان سخون، تولي تطلق، تولي طريه، تقولوا غير كيما درتوها، غير كيما طيبتوها هكذا. شوفوا، دخلت الخميره. واش راح ندير كيما موالفه ندير من الاول هكذا، راح ندير شويه تاع الملح وقرصه تاع سكر هكذا. الملح هكذا موالفه ندير عينك ميزانك. انا ملي بديت هكذا. شوفوا السكر شحال، شويه برك هكذا، والماء دافي ولا مع من ربوني كيف مهم ما يكونش بارد هكذا. نحرك ونجمع حتى نتحصل على عجينه. دوك ندوب الملح قبل مع داك السكر هكذا، وندخل ونلم، نروح غير بشويه باش ما تجينيش طريه مليح هكذا. راني نطم غير بشويه، ما ندلكهاش، نسيي برك نجمع العجينه وصاي. شوفوا العجينه تاعنا لميتها هكذا، راح نحطها في ساشي باش تريح، ونروح نكملوا الجواز تاعنا. في مقلاة ولا في كاسرونه ندير شويه تاع الزبده ولا المارغرين هكذا، ندوبها. راح نضيف حبه صغيره تاع طماطم ربيتها مع بصله، نضيفهم لهنا هكذا. قرصه تاع الملح شويه برك ما نكثرش، شويه تاع الثوم انا درتها درسه فيها لي زيبيس، شويه تاع لي زيبيس هكذا. راح نضيف هنا غير شويه تاع فلفل كحل، شويه برك، خاطش فيهم في الدرسه هذه لي زيبيس صافي، راح نضيف غير شويه تاع فلفل كحل هكذا، وملعقه صغيره تاع طماطم صبره هكذا. شوفوا الطماطم شويه برك، ثاني فلفل كحل، نخلطهم مليح، نخليهم يتقلاو على نار هاديه باش نروحوا نقليو نصوتيو هذيك المانشطه بعد ما فورتها هكذا. راح نغلق عليها ونخليها
نخلي هذا البصل مع الطماطم يدبالو. راح نضيف لها نص كاس تاع الماء هكذا ونخليها على جنب هكذا. رايحين نضيفو المانشطو تاعنا في مقله واحده اخرى. راح ندير زيت الزيتون هكذا. راح نضيف لهنا لوبيا بعد ما فورتها هكذا. راح ندير رشه تاع الملح شويه برك ما نكثرش هكذا. راح نقليها مليح. زيت الزيتون باش تجينا مفيده احسن من زيت نباتي، ولا تقدروا ديروا بالزبده تاني مليحه. هكذا شوفوا نعسها باش ما تحرقليش. شوفوا غير خبيو هذه الوصفه للصيف. في الصيف غير هذه الاكلات اللي ملاح ديروهم للدراري وسهلين تاني وبنان وخفاف هكذا. نخليها. وهنا لاصوص تاعنا راح نضيف له شويه تاع الطوق خاطش ما فيهش لحوم. راح ندير الطوق تقدروا تستغناو عليه تخلوه هكذا برك يعني تجي بنينه، بصح انا حبيت نزيد لهم شويه هكذا. نخلط. راح نضيفو لهنا دوكا شوفوا بهذه الطريقه راح نضيفو لهنا. شوفوا هكذا. وراح نخلطو مليح حتى يشرب لي كاع هذا المانشطو تشرب هذا لاصوص. نطفي عليها. شوفوا هكذا بهذه الطريقه راح ندخل هذا لاصوص يعني زدت له برك باش يزيد لنا البنه، يجي واحد الذوق، تجي واحد المانشطو روعه، ذوق ولا اروع صدقوني. غير جربوه هذه الطريقه هكا. نخلي تتقلى مليح بعد نحيها نكمل البطاطا تاعنا. هنا طيبت البطاطا بقشورها. شوفوا طيبتهم هكذا حبات. تقدروا تفوروهم تاني تقطعوهم قطع صغيره مربعات ولا دوائر وديروهم يفوروا، بصح انا طيبتهم هكذا بالقشور هكذا. راح نقطعهم دوائر ونزيد نقليهم تاني نصوتيهم كيما درت للجلبانه للمانشطو هكذا. في مقله واحده اخرى راح ندير شويه تاع زيت الزيتون برك هكذا. خليه يسخن شويه. شوفوا البطاطا كيفاش قطعتها دوائر. شوفوا هكذا. راح نديرهم للزيت هذا هكذا. هي كي تفوروها احسن باش تحافظوا على الفيتامينات اللي عندها، يعني طبق صحي ولذيذ. هايليك بعد ما قليناهم كاع شوفوهم كيفاش جات البطاطا. شوفوا كيفاش تجي ذوق ولا اروع. راح نكملوا الكسره تاعنا نطيبوها. شوفوا تبعوا برك معايا الفيديو حتى الاخر تشوفوا طريقه التحضير. ولينا الكسره تاعنا شوفوا كيفاش تنفخت، شوفوا كيفاش اختمرت. راح نقطع شويه برك. شوف لا دلك ولا اي تعب، نديرهم صغارات. بالنسبه للمبتدئات واش راح ندير؟ شوفوا بابي كويسو هنا نسي نحلها الخموريه هكذا. شوف نديرو هنا بلا ما ننسى نحيت ياك هذاك دقيق اللي درت له الزيت. شوفوا بهذه الطريقه هكذا. انا نديرها هكذا برك، بصح للمبتدئات راح نوري لهم كيفاش.
شوفوا قبل بيدي براحتي يدي وبعد بالحلال باش تجيني رقيقه. لازم نرققها مليح خاطش فيها الخميره راح تتنفخ كي نجي نطيبها. شوف هكذا بهذه الطريقه ولا اسهل. نجيبها هكذا قريصه دائريه. شوف وبالحلال باش جهه تجيني طالعه ولا جهه هابطه. لا بالحلال راح نسقمها. شوف هكذا. شوفوا بالحلال هكذا راح نرققها مليح ونتقبها بالفرشيطه بالفرشات هكذا برك. شوفوا علاش استعملت زعما بابي كويسو. قلت لكم للمبتدئات اللي مازال ما تعرفش تخبز الكسره ولا ترفدها كي ديرها طيبها. شوفوا هكذا هاي حصلت على هذه. تحبوا تنقصوا انا نستعمل هذه الاولى نديرها هكذا بعد نوري لكم كيفاش تحبوا. الا ما تعرفوش كيفاش تجيو لكم هكذا دائريه. شوف دوك قبل نثقبها نروحوا نطيبوها بعد تشوفوا الزوجه. تبعوا برك معايا. شوفوا شوف شوف ما راح تقطع ما والو. زيد نعاود نثقبها. قاطو ماشي كسره. شوفوا انا نستعمل هذه الحجره ولا اي حاجه تقدروا. المهم حاجه تكون خشينه باش تطيبوا بها. شوف انا ندور هكذا كامل باش تجيني كامل طيبه على لون واحد. شوفوا حمراء ولا اروع. ما تقلبوهاش. شوفوا ما تقلبوهاش مليح. هذه كنصيحه ماشي كل مره تقلبوها. طيبوها من جهه قبل. شفتوني انا في الاول قلبتها ما خليتهاش طيب مليح. قبل قلبتها ومن بعد بديت نطيب فيها من جهه ومن بعد نقلبها حتى تطيب كامل. بعد نقلبها من جهه واحده اخرى. شوفوا نرفدها وما تتكسر ما والو. شوفوا هكذا في يدي برك هكذا نحلها الخموريه تاعها. يعني ما كثرتش الخميره بصح كي طولت شويه هكذا نص ساعه حتى كملت الجواز تاعي كملت السلطه تاعي ومن بعد جيت للكسره باش ياكلوها وهي سخونه هكذا. شوفوا فرحت يدي برك نروح لهنا السميد هذاك دقيق هذاك وين درنا له ليذان. شوفوا هكذا هكذا. نروحوا لبابي كويسو. راني نقول على الصغارات المبتدئات اما محترفات ما نقولش نديرهم هكذاك برك. شوفوا راح نزيد لكم هذه الزوجه كيفاش نديرها. انا نجيبهم هكذا دوائر. شوفوا راح نستعمل حلال هكذا. شوفوا باش يجيوني كل جهات متساويه هكذا يعني على السمك ما يجينيش جهه غليظه وجهه رقيقه هكذا. شوفوا هكذا. انا راهي دائريه بصح الا جات لكم يعني باش نسهل لكم الخدمه وما تتقلقوا وما تقولوا شوفوا كيفاش جاتنا هذه جهه كبيره وجهه. شوفوا هكذا ارفدوا كيما انا كيما بنتي كيما موالفه دير. شوفوا راح نستعمل هذه. شوفوا دائريه راح نحطها هنا في الوسط ونعبز عليها بيدي النح. شوف هكذا هكذا. شفتوا هذا راح نعاود له المره الثانيه. وريت لكم برك بصح انا راح نكملهم هكذاك.
شوفوا الطريقة يجوني ولا اسهل. شتو نحي هاد الزوائد، شوف كيفاش يجيو. راح نثقبها هنا، ثقبوها هنا، شوفوا شحال رقيقه، بصح راها كي راها فيها الخميره راح تتنفخ. هنا نثقبها ونزيد نعاود نثقبها كي نجي نديرها للطاجين. يلا هكذا تقدروا تحطوهم هكذا برك الضياف تاعكم، ما تحشموا ما والو، تجيكم واحد الكسره قلت لكم كارطو ماشي كسره، والله صدقوني روعه. تبعوا برك معايا الخطوات ولا اسهل، معايا من مطبخ اولادي ولا اسهل، كل شيء سهل. شوفوا هكذا نح ورق الطهي هكذا، شوفوا بيدي برك نزيد نعاود نسقمها هكذا. شوف وراح نثقبها المره الثانيه هكذا باش ما تتنفخليش وما تجيليش غليظه، لازم تكون برك رقيقه. هذه المرحله الاولى راح كي درتها راح نقلبها، دوك راح نقلبها ما نخليهاش طيب. شوف هكذا، ومن بعد هنا ما نقلبهاش حتى نطيبها كامل لتحت، ومن بعد نقلبها باش نطيبها من هنا الفوق. شوفوا الحقنا للنهايه، شوفوهم كيفاش طابوا على لون واحد ولا اروع. شوفوا نقطع لكم تاني، شوف سر الاحمرار، شوفوا الخفه، تقولوا كاطو صدقوني تقولوا كاطو. راح نقطع لكم، تشوفوا انا درتهم هنا بجواز، شوف راح نقطع لكم حبه برك. شوف الخفه تقعد لكم خفيفه وطريه لمده اطول. شوفوا انا درته هنا، تقدروا تاكلوه باللبن ولا بلوبيا صوتي ولا بشلاضه سلطه، يعني هذه الوصفات مليحه حتى في فصل الصيف للدراري يعجبوهم اكيد. نقولكم نبقيكم على خير، الى الملتقى ان شاء الله وشكرا.